لما نقلت في الشقة دي ما كنتش أعرف إن جارتي اللي فوقي هتكون سبب الرعب اللي عشته بعد كده. في الأول افتكرتها مجرد ست غريبة شوية، كل شوية كانت تحاول تخمن أنا بعمل إيه في شقتي، وكنت فاكرة إن الموضوع هزار لحد ما بدأ يحصل حاجات غريبة جوا بيتي بالليل، حاجات خلتني معرفش أنام من الخوف. وساعتها بس فهمت إن الموضوع ما كانش مجرد لعبة تخمين. أنا طول عمري كنت بكره فكرة المشاوير الطويلة، خصوصا لو رايحة الشغل. الفكرة نفسها كانت بتستفزني قبل ما اليوم يبدأ أصلا، ولما جاتلي فرصة شغل جديد بمرتب أحسن بكتير من شغلي القديم كنت مبسوطة قوي. بس المشكلة الوحيدة إن المكان كان بعيد عن بيتي، لدرجة إن المشوار رايح جاي كان ممكن ياخد مني أكتر من ساعتين في اليوم. في الأول قلت لنفسي عادي هتعود، بس بعد أول أسبوع بدأت أحس إن الموضوع تقيل جدا. بصحى بدري جدا وبرجع مرهقة قوي، واليوم كله بيضيع في الطريق. وقتها بدأت أفكر بطريقة أبسط، بدل ما أتبهدل كل يوم ليه ما أجرش شقة قريبة من الشغل وخلاص. وبدأت أدور شوية لغاية لما لقيت شقة مناسبة جدا وقريبة من الشغل، يدوب 5 دقايق مشي بس، والإيجار كان معقول، والشقة نفسها شكلها كويس. العمارة كانت قديمة شوية بس ماشي حالها، المدخل رخام قديم والسلم واسع شوية. والحلو إن العمارة كانت هادية، وكان واضح إن زي ما بنقول كده كل واحد في حاله. فالمكان بشكل عام عجبني جدا. السمسار كان مستعجل يخلص الموضوع، وأنا كنت مستعجلة أنقل عشان أظبط أموري وارتاح وأركز في الشغل. وفي خلال يومين بس كنت نقلت أغلب حاجتي. أول يومين ليا في الشقة كانوا هاديين جدا، بس مع الوقت بدأت أخد بالي من الناس اللي ساكنين حواليا. كان في أسرة في الدور الأرضي، واضح إن عندهم طفل صغير لأن صوته كان ساعات بيطلع للسلم. وكان في شاب ساكن في الشقة اللي قصادي، بس نادرا لما كنت بشوفه. والشقة اللي فوقي على طول كانت ساكنة فيها ست كبيرة شوية، كنت بشوفها أحيانا في العمارة وهي داخلة من بره أو وهي طالعة من العمارة. ساعات كنت بشوفها شارية حاجات وراجعة، أو ساعات بتنزل تتمشى وترجع بعد شوية. وكان واضح إنها عايشة لوحدها. الغريب إنها ما كانتش بتتكلم مع حد تقريبا، ولا بشوفها ماشية مع حد أو حتى واقفة معايا. في مرة وأنا نازلة كانت هي طالعة شقتها، فابتسمت وقلت لها مساء الخير، بس هي ما ردتش ولا حتى بصيت لي. كملت ولا كأني قلت حاجة، ما اهتمتش بالموضوع خالص. بالعكس، قلت يمكن هي من النوع اللي مش بتحب الكلام كتير أو الاختلاط بالجيران. بعدها بكام يوم عرفت اسمها بالصدفة من صندوق البريد اللي في العمارة، كان مكتوب عليه مدام غادة. وبالنسبة لي الموضوع ده كان مناسب جدا، إن اللي ساكنة فوقي مجرد جارة كبيرة في السن عايشة لوحدها وبتحب تعيش في حالها. أنا كمان كنت بحب كده. كنت برجع من الشغل أقفل باب شقتي وأقعد لوحدي في هدوء، لحد بعد فترة بدأ يحصل حاجات بسيطة بس مع الوقت بقت مزعجة جدا. كل ليلة تقريبا كنت بسمع أصوات جاية من الشقة اللي فوق، زي صوت تلفزيون عالي جدا كأنها معلية الصوت على الآخر، وشوية وفجأة يقف، وشوية واسمع صوت جرجرة تقيل زي حد بيشد كرسي أو يحرك حاجات بتعمل صوت مزعج قوي، وشوية واسمع صوت خبط كأن حاجة تقيلة وقعت، أو خبط كأنها بتدق حاجة. وساعات أسمع خطوات رجل عالية قوي. والمشكلة إن كل ده كان بيحصل في وقت متأخر جدا. كانت أوقات مختلفة مش في وقت معين يعني، بس دايما كان متأخر من بعد الساعة 1 تقريبا لغاية الفجر. في الأوقات دي في الأول حاولت أتجاهل الموضوع، قلت أكيد بتحرك حاجات في الشقة أو بتعمل حاجة في البيت وخلاص، والموضوع هيعدي يعني، ما كبرش الموضوع. لكن المشكلة إن الموضوع موقفش لحد يومين. الموضوع فضل مكمل كل يوم تقريبا يحصل نفس الحاجات المزعجة، لغاية ما في يوم صحيت من النوم مخضوضة على أصوات مزعجة جدا. ويومها كنت راجعة من الشغل تعبانة جدا وهموت وأنام وارتاح شوية قبل ما أصحى للشغل تاني. بصيت في الساعة وقتها لقيتها 3:30 الفجر، فبصراحة اتضايقت جدا وجبت آخري. طلعت للصالة وبصيت للسقف، كان الصوت جاي من الصالة فوقي. أنا جبت عصاية وشديت الكرسي ووقفت عليه وخبطت على السقف وأنا بقول بصوت عالي: يا مدام غادة كفاية بقى، الوقت متأخر وأنا عندي شغل الصبح وعايزة أنام مش كده. لقيت الصوت وقف، فضلت واقفة مستنية كده لحظات، ولقيتها بتكلمني من فوق بتقولي: انتي خبطتي ازاي على السقف كده؟ اكيد طلعتي على الكرسي عشان تطولي. فانا وقتها ضحكت لاني فعلا عملت كده، وقالتها بطريقه لذيذه شويه، فرديت عليها بهزار وقلت لها: طب بما انك شاطره كده خمني بقى انا هعمل ايه دلوقتي. قالت لي: خليني اخمن. انتي اكيد هتنزلي من على الكرسي دلوقتي وتدخلي المطبخ تعملي قهوه، لان خلاص صحيتي من النوم ومش هتعرفي تنامي تاني. ضحكت وانا واقفه على الكرسي وقلت لها: اه بصراحه عندك حق، خلاص كده صحتيني. نزلت من على الكرسي
الكرسي وانا بضحك وقلت بصوت عالي عشان تسمعني: انا اصلا لما بصحى من عز النوم مستحيل اعرف انام تاني. هي ما ردتش بعدها، وانا دخلت عملت قهوة وحسيت ان الموضوع كان مضحك شوية. جوهرة كبيرة في السن قاعدة فوقي بتخمن انا بعمل ايه تحت. قلت يمكن هي من النوع اللي بيحب يهزر بس. فتحت التلفزيون وشغلت فيلم وقعدت اتفرج واشرب القهوة. وبعد ما عدى حوالي ربع ساعة كده سمعت صوتها تاني من فوق وهي بتقولي: الفيلم ده قديم شوية بس حلو. رفعت راسي للسقف وقلت لها: فيلم ايه؟ قالت: اللي بتتفرجي عليه. انا استغربت لاني كنت موطيه صوت التلفزيون جدا، يا دوب كان مسموع، بس ضحكت وقلت لها: طب قولي لي بقى بتفرج على فيلم ايه؟ لقيتها بتقولي نفس اسم الفيلم اللي بتفرج عليه فعلا. اتفاجئت جدا وقتها، بس حاولت اعدي الموضوع وكمل هزار وقلت لها: لا بقى ده كده الموضوع دخل في تجسس. قالت لي: لا خالص. قلت لها: امال عرفتي منين؟ قالت لي: سمعت. انا بصيت حواليا كده في الصاله، مستحيل الصوت يوصل لها، التلفزيون صوته واطي جدا ما يوصلش فوق يعني. فقلت لها: ده لو انتي سامعاه يبقى عندك سمع خارق. ردت عليا وهي بتضحك وقالت لي: مش بس ده. قلت لها: مش بس ايه؟ قالت لي: انا كمان عارفه انك دلوقتي قاعده على الكنبه ورافعه رجلك عليها وماسكه القهوه في ايدك وقاعده في الضلمه. بصيت لنفسي بسرعه اول ما قالت كده، فعلا نفس اللي هي قالته. لقيتها ضحكت بصوت عالي وقالت: سكوتك ده معناه اني صح، انا تخميناتي عمرها ما تكون غلط. وقتها انا ضحكت اكتر وقلت بصوت عالي: خلاص بقى كفايه تخمينات النهارده. وهي سكتت وما ردتش بعدها، وانا كملت الفيلم شويه وبعدها دخلت انام. والموضوع كان غريب شويه واول مره يعدي عليا حاجه كده، بس حسيته لذيذ ومسلي. تاني يوم بعد الموقف ده عدى عادي جدا، كأن اللي حصل امبارح ما حصلش اصلا. صحيت الصبح ورحت الشغل زي كل يوم، واليوم كله كان ضغط شويه، فنسيت موضوع مدام غاده تقريبا. وخلصت ورجعت البيت بالليل مرهقه. عملت حاجه خفيفه اكلها وقعدت في الصاله، فتحت اللابتوب بخلص شويه شغل بسيط، والاجواء كانت هاديه ولطيفه، فكان الوقت مناسب جدا اني اشتغل بروقان. المهم عدى حوالي ساعه كده وبدات اسمع اصوات خفيفه جايه من فوق. ضحكت وقلت بصوت عالي: واضح ان مدام غاده صحيت. وما كنتش مستنيه رد، وقمت دخلت اعمل لي قهوه وسمعت صوتها جاي من فوق بتقولي: انتي واقفه في المطبخ؟ قلت لها: ايوه، اعمل لك قهوه معايا؟ لكن هي ما ردتش. فانا عملت القهوه وخرجت للصاله تاني. بعد حوالي نص ساعه لقيتها بتتكلم تاني من فوق بتقولي: انتي دلوقتي هتقومي؟ بصيت فوقي كده وقلت لها: اقوم ليه؟ قالت لي: عشان حد خبط على بابك. بصيت ناحيه الباب وقلت وانا بضحك: مفيش حد خبط. سكتت وبعد أقل من دقيقة لقيت الباب بيخبط فعلا. أنا فضلت متنحة ناحية الباب وتفكيري وقف وكنت مصدومة، هي ازاي عرفت؟ قمت وبدأت أتحرك ببطء ووقفت لحظة قدام الباب، قلت: مين؟ محدش رد. بصيت من العين السحرية ملقتش حد، ففتحت الباب وبصيت ملقتش حد نهائي. الممر فاضي تماما. بصيت يمين شمال، حاولت اسمع حد بيتحرك طالع او نازل، اي حاجة، لكن ما كانش فيه صوت خطوات. انا دخلت وقفلت الباب ولسه راجعة اقعد مكاني سمعتها بتتكلم. قالت لي: انا قلتلك هتفتحي الباب. قلت لها: انت اللي خبطتي. وانا مش مقتنعة نهائي لان مستحيل تلحق تنزل تخبط وتختفي بالسرعة دي. سكتت لحظة وبعدين قالت لي بكل هدوء: انا ما قلتش مين اللي خبط. انا اتوترت بصراحة وما فهمتش الجملة دي، بس قلت لها: ممكن خلاص بقى كفاية كده؟ قالت لي: انا عايزة نلعب. قلت لها: لا خلاص بقى، انا مش فاضية العب، انا عندي شغل الصبح. لقيتها بتقولي: نلعب شوية بس. انا وقتها اتعصبت جدا وقلت لها: يا مدام غادة ما ينفعش كده، سيبيني بقى في حالي، انا عايزة انام. قالت لي: بلاش تزعليني. قلت لها: انتي اللي بتزعجيني كده، لو سمحتي خلاص ابعدي عني. لقيتها بتقولي: ما تكلمنيش كده عشان ما انزلش اضربك. قلت لها: وريني هتعملي ايه. وفي خلال ثواني بالظبط انا لقيت الباب بيخبط، خبطات كانت بطيئة ومنتظمة. أنا قلبي اتخطف وخفت جدا، هي ازاي نزلت بالسرعة دي؟ جاية تعمل ايه؟ أنا متوقعتش إنها بتتكلم بجد. قربت من الباب بالراحة وبصيت من العين، ما كنتش شايفة حاجة، كانت ضلمة كأنها سداها بحاجة. ولقيتها بتتكلم بهدوء وبتقول: انتي فاكرة اني مش عارفة انك واقفة ورا الباب؟ بعدت بسرعة من عند الباب وقلت لها: يا مدام غادة، اللي انتي بتعمليه ده مش صح، لو سمحتي بطلي تزعجيني وما تخبطيش عليا تاني. لقيتها بتغني بطريقة غريبة قوي، بتغني أغنية غريبة: خطوات هادية وتلون الحمام، المراية شايفاكي واقفة قدامهم، النور مطفي بس العين لسه شايفاكي. أنا زعقت فيها وقلت لها: امشي من هنا بدل ما اتصل بالشرطة. وأنا قلبي كان بيدق جامد من الخوف. وبعد ما قلت كده لقيتها سكتت. قربت وبصيت من العين لقيت المكان فاضي وما سمعتش حتى خطواتها وهي بتطلع خالص، ما كانش فيه صوت تماما. أنا اليوم ده معرفتش أنام من الخوف. أنا كنت واخدة الموضوع عادي جدا وبهزار، بس دلوقتي بقيت حاسة إن الموضوع مش مجرد هزار. وكل شوية أفتكر صوتها وهي بتقولي: أنا ما قلتش مين اللي خبط،
ولما كانت بتغني فضلت صاحية لغاية لما النهار طلع، وجهزت ونزلت أروح الشغل. وأنا نازلة لقيت جارتي اللي ساكنة في الشقة اللي تحتي على طول كانت واقفة قدام العمارة. لما شافتني ابتسمت وقالت لي انتي اللي ساكنة فوقينا على طول صح؟ قلت لها ايوه. وبعدين سألتها على مدام غادة، قلت لها هي مدام غادة عايشة لوحدها؟ وقالت لي ايوه، دي ست محترمة جدا وفي حالها، خصوصا ان هي يا حبيبتي فاقدة النطق ومش بتتكلم خالص. انا من الصدمة ما قدرتش اتكلم او اسالها عن اي حاجة، فضلت بصلها وساكتة تماما. وهي كملت كلامها وقالت لي معلش انا مضطرة امشي دلوقتي، ومشيت. انا فضلت واقفة زي ما انا وعمالة اسأل نفسي ما بتتكلمش ازاي؟ امال مين اللي بقالها يومين بتكلمني؟ وبدأت امشي اروح شغلي. بس اليوم ده انا ما كنتش مركزة نهائي، وطول اليوم سرحانة وتايهة خالص، وكل شوية نفس السؤال يرجع تاني، انا كنت بتكلم مع مين؟ واليوم عدى ببطء رهيب، واخيرا خلص ورجعت بيتي. دخلت الشقة، رميت الشنطة على الكنبة وقعدت متنحة وبصة للسقف وعمالة افكر. ما كنتش فاهمة حاجة خالص. قلت هي الست اللي كنت بتكلم معاها كانت قصدها اللي هي بتقوله كويس، ولا كان قصدها ان هي ما بقتش بتتكلم مع حد كتير، او ما بقتش بتتعامل يعني عموما مع حد؟ بس هي قالت لي فقد النطق، يعني ما بتتكلمش خالص. فضلت على الحيرة دي أكلم نفسي حوالي ساعة تقريبا، وبعدين قلت لأ أكيد في حاجة غلط، أكيد هي كان قصدها حاجة تانية. حاولت أنسى الموضوع وقمت أعمل حاجة أشربها. وأنا واقفة في المطبخ سمعت صوت خبط خفيف، بس مش من فوق. الصوت جاي من عندي أنا في الشقة. خرجت أبص أشوف الصوت ده جاي منين. سمعت الصوت كان جاي من الحمام. قربت بالراحة وفتحت الباب، لقيت حنفية المية مفتوحة. أنا فاكرة إني ما سبتهاش مفتوحة. قفلتها وحاولت أفتكر، معقول أنا سبت المية مفتوحة؟ قلت يمكن ما أنا مش مركزة بسبب مدام غادة دي، معرفش طلعت لي منين. رحت جبت قهوتي ورجعت للصالة أشغل دماغي شوية وبطل تفكير وأتفرج على أي حاجة. بس لسه يدوب بقعد سمعت صوت تاني جاي برضه من الحمام. قلبي بدأ يدق بسرعة ومشيت بحذر وقربت. لقيت النور مفتوح. أنا متأكدة إني قفلت النور. أنا كنت خايفة جدا لا يكون حد موجود في الشقة. فتحت الباب بالراحة جدا وبصيت، ما لقيتش حد خالص. لكن وأنا واقفة ببص قدامي لفت نظري حاجة في المراية كانت كلها مشبرة، كأن الحمام كان مليان بخار من شوية، مع إن المية كانت ساقعة لما لقيتها مفتوحة. فضلت بص عليها وبعدين لاحظت إن في جزء من البخار ممسوح، كأن حد عدى بإيده عليه أو كتب عليه حاجة. حرفيا كان باين إن في كلمة اتكتبت على المراية بنفس الطريقة اللي بتكتب بيها لما تكون المراية مليانة بخار. مسحت عيني بسرعة وقربت خطوة أكتر. الجملة كانت واضحة قدامي. الكلمة الوحيدة اللي كانت ممسوحة في البخار كانت جملة بسيطة جدا، بس خلت قلبي هيقف من كتر الخوف. كان مكتوب عليها دوري عليا. وقفت قدام المراية متجمدة، مش قادرة أفهم أنا شايفة إيه بالظبط، لأن الشيء الوحيد اللي كنت متأكدة منه في اللحظة دي إن الجملة دي ما كانتش موجودة من شوية لما دخلت أقفل الحنفية. مسحت المراية وخرجت وقفلت الباب ورايا، وفضلت واقفة شوية وأنا لسه قلبي بيدق بسرعة، وفضلت كأني مستنية إن حاجة تاني تحصل، بس ما حصلش حاجة. حاولت أهدى وأقنع نفسي إن كل ده ممكن يكون توتر، أو إن أنا اللي بعمل الحاجات دي ومش فاكرة. بس الفكرة نفسها كانت مرعبة أكتر من اللي بيحصل. رجعت قعدت على الكنبة وأنا لسه متوترة، وبعد كام دقيقة سمعت صوت مدام غادة من فوق أوضتي كده لكنه كان واضح. لقيتها بتقولي لقيتيني؟ جسمي كله اتجمد في اللحظة دي، مردتش. وبعدها بثواني قالت لسه. وفجأة نور الشقة كله انطفى مرة واحدة والشقة كلها بقت مظلمة. قمت مفزوعة وجريت بسرعة على مفاتيح النور. فضلت انور كل الانوار واحد ورا التاني لغاية لما فتحت نور الشقة كله. وبعدها دخلت على اوضتي وقفلت ورايا وقعدت على السرير وانا مرعوبة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل. فضلت كده ساعات لحد ما بدأ النهار يطلع، واول ما ضوء الشمس بقى مالي البيت ساعتها حسيت ان جسمي كله وقع من التعب وما قدرتش اقاوم، ونمت نوم تقيل. ما قدرتش حتى اروح الشغل اليوم ده. صحيت بعد كام ساعة وبصيت في الساعة كانت حوالي 5 العصر. قعدت شوية احاول استوعب ايه اللي حصل امبارح. كنت كل ما افتكر الجملة اللي كانت مكتوبة على المراية قلبي يتقبض. حاولت اقنع نفسي ان كل ده توتر، بس من جوايا كان في حاجة بتقولي ان الموضوع اكبر من كده. وكنت يومها لسه تعبانة جدا، بس حاولت اشغل دماغي وشغلت التلفزيون وريحت على الكنبة وانا بتفرج. ومعرفش ازاي رحت في النوم. انا فتحت عيني على صوت بينادي عليا، بس الصوت كان جاي من بعيد، عمال ينادي بهدوء: ليال، ليال. صحيت مفزوع، لقيت الشقة كلها مظلمة. قمت جري فتحت النور وبصيت في الساعة كانت 3 الفجر، والصوت كان عمال بينادي وكان جاي من ناحية الحمام. قربت بالراحة وانا قلبي هيطلع مني من الخوف. وقفت قدام الحمام سمعت الصوت تاني بينادي من جوه:
فتحت الباب بسرعة وفتحت النور، ما لقيتش أي حد موجود. فضلت واقفة لحظة وبعدين ضحكت ضحكة متوترة كأني بحاول أطمن نفسي، وقلت بصوت واطي: انتي بيتهيألك يا ليال، مفيش حاجة، ممكن كنتي بتحلمي بكابوس أو حاجة. بس لما خرجت وقفلت الباب ولفيت ظهري عشان أمشي، سمعت صوت مقبض الباب بيتحرك. بصيت ورايا لقيت باب الحمام بيتفتح لوحده. اتجمدت مكاني من الخوف وقربت بسرعة وقفلت الباب، وجاي أرجع تاني لقيت الباب اتفتح مرة تانية، بس ما وقفش هنا، هو اتفتح واتقفل لوحده. فضلت واقفة بصيله من بعيد مش قادرة أقرب ولا أمشي، لقيته اتفتح تاني واتقفل وبعدين اتفتح تالت مرة، بس المرة دي فضل الباب مفتوح وثابت، مفيش ولا حركة ولا صوت. فضلت كده كام دقيقة بحاول استوعب اللي بيحصل. سمعت صوت مدام غايدة من فوق وهي بتقولي: انتي خايفة ليه؟ احنا بنلعب. وسكتت بعدها خالص كأنها ما قالتش حاجة، كأن مفيش حاجة حصلت أساسا. فضلت واقفة مكاني شوية متجمدة لغاية ما بدأت أهدى شوية، ورجعت قعدت مكاني وأنا مش عارفة أعمل إيه. فضلت مكاني ما بتحركش مستنية النهار يطلع بأي طريقة. أول ما الشمس بدأت تظهر قمت جري من مكاني، لبست ونزلت الشارع. فضلت مستنية ميعاد الشغل في الشارع، ورحت وأنا مرهقة وتعبانة جدا، وطول اليوم ما كنتش مركزة في أي حاجة، وعمالة أفتكر كل اللي بيحصل معايا، ومش قادرة حتى انشغل عن اللي بيحصل معايا، ومش عارفة افكر ولا الاقي حل، ومش فاهمة حاجة اصلا، وليه بيحصل كده، وايه اصلا اللي بيحصل ده. معقول اللي بيحصل لي ده حقيقي ولا انا بيتهيألي؟ المهم اني رجعت البيت اخر النهار، وقفت قدام باب الشقة خايفة ادخل. انا مش عايزة ادخل، بس ما كانش قدامي مكان تاني اروحه. دخلت وقعدت في الصالة والنور كله مفتوح، وانا بحاول اطمن نفسي او اضحك على نفسي ان كل ده مش حقيقي، اني اكيد بيتهيألي، بس ما كنتش مقتنعة من جوايا ومش قادرة اصدق، وكنت حاسة ان اللي حصل مخلصش ولسه في حاجة تاني هتحصل. وقتها انا قلت اني ما ينفعش انام، مستحيل اصلا اقدر انام بالخوف ده. دخلت عملت قهوة وقعدت شغلت التلفزيون، بس ما كنتش مركزة اصلا في حاجة. كل شوية بص ناحية الحمام كأني مستنية الباب يتحرك تاني او حاجة تحصل. الوقت كان بيعدي ببطء شديد لحد ما الساعة قربت من 3 الفجر. قلبي بدأ يدق بسرعة لوحده كأني رجعت للحظة امبارح لما حصل فيها كل الرعب ده. قعدت ساكتة مركزة في كل صوت في الشقة: صوت التلاجة، صوت الساعة، صوت العربيات اللي بتعدي في الشارع. وفجأة سمعت صوت خفيف جدا عدى من جنبي، زي صوت حد بيجري، خطوات صغيرة خفيفة قوي. بصيت بسرعة ما كانش في حد خالص، لكن بعد ثواني سمعت نفس الصوت تاني، وصوت ضحكة طفلة، ضحكة قصيرة بس كانت واضحة كويس قوي. الصوت كان جاي من المطبخ. قمت بحذر ومشيت بالراحة جدا اشوف الصوت ده ايه. فضلت ابص حواليا وانا بقول مين، محدش رد. لكن بعد ثانية سمعت نفس الضحكة تاني، بس المرة دي كان جاي من الطرقة بتاعت الأوض. مشيت بالراحة وبصيت برضه كان فاضي، بس قبل ما اتحرك سمعت صوت طفلة كان واضح جدا بيقول: أنا هنا. لفيت بسرعة ناحية الصالة، مشوفتش حد. لفيت تاني بصيت ناحية ممر الأوض تاني. الصوت كان بيتنقل حواليا في الشقة، مرة من المطبخ، مرة من الصالة، مرة عند الأوض، كأن حد بيجري حواليا وأنا مش شايفاه. فضلت ألف حوالين نفسي مرعوبة ومش عارفة أبص فين، لحد ما الصوت وقف فجأة وكل حاجة سكتت. وفجأة سمعت صوت الجري حواليا بسرعة وضحكة طفل عالي شوية المرة دي، كأنها بتلف حواليا بالظبط. أنا خلاص ما كنتش قادرة أستحمل أكتر. قعدت على الأرض وحطيت إيدي على وداني وغمضت عيني وفضلت أعيط، وأنا عمالة أقول: خلاص كفاية، خلاص. وقتها الأصوات كلها اختفت، بس أنا فضلت قاعدة مكاني فترة، كنت خايفة أتحرك، وفضلت أبص حواليا وأنا بعيط لغاية ما اتأكدت إن مفيش أي صوت، كأن ما حصلش حاجة. وقتها قدرت أقوم وأتحرك وأنا جسمي كله بيترعش ومتجمد من الخوف. فضلت ماشية وأنا عمالة أبص حواليا في كل مكان. قعدت على الكنبة وغمضت عيني وحطيت إيدي على وداني خايفة أسمع أو أشوف حاجة. معرفش فضلت كده قد إيه لغاية لما سمعت صوت تاني، بس ما كانش صوت حركة أو ضحك. أنا سمعت صوت نفس الطفلة بس كانت بتعيط، صوت عياط ضعيف وحزين جاي من ناحية الحمام. المرة دي ما قدرتش أتحرك، فضلت مكاني مرعوبة وأنا سامع صوت العياط عمال بيزيد. افتكرت حاجة، قمت بسرعة جبت الموبايل وشغلت قرآن بصوت عالي، وفضلت أسمي الله واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر ربنا كتير. لقيت صوت العياط وقف والبيت رجع هادي جدا، وفضلت مكاني لغاية لما النهار طلع. ورحت شغلي كالعادة مرهقة وهموت من التعب، ورجعت البيت وكنت
وسايبة القرآن شغال فيها. دخلت كانت الشقة هادية تماما، والغريب إن اليوم ده عدى من غير أي حاجة غريبة. مفيش صوت ولا حركة ولا حتى إحساس غريب زي اللي كان بيحصل لي الليالي اللي فاتت. فقلت أكيد صوت القرآن في البيت طول اليوم هو اللي هدى كل حاجة. حتى قلبي كان هادي ومطمن. حاولت أعيش يومي بهدوء، وعملت أكل وقهوة وقعدت أشتغل شوية، وبعديها فضلت أتفرج على التلفزيون وأنا سامعة القرآن لغاية ما نمت على الكنبة زي ما أنا. صحيت الصبح من غير ما يحصل حاجة، واليوم كان هادي ومريح لأول مرة من فترة طويلة مليانة توتر وإرهاق وقلة نوم. ورجعت آخر النهار عادي جدا، ولحد اللحظة دي ما كانش حصل أي حاجة. وده خلاني أطمن شوية، وقلت أروح أغسل وشي يمكن أفوق شوية. فتحت الباب وهنا اتجمدت مكاني من الصدمة، لأني لقيت المراية كانت مكسورة بالكامل، كأن حد خبطها بقوة. قطع الإزاز كانت واقعة في الحوض وعلى الأرض، وأنا متأكدة مليون في المية إنها كانت سليمة الصبح قبل ما أنزل. وقفت ثواني مش فاهمة إيه اللي حصل، وفي نفس اللحظة دي أنا فجأة سمعت صوت تخبيط جامد جاي من فوق من شقة مدام غادة. كان في أصوات خبط جامدة قوي، وصوت تكسير وحاجات بتتجر على الأرض، والأصوات كانت عالية قوي. وفجأة سمعت صوت حاجة جامدة كأن جسم تقيل اترزع جامد على الأرض. أنا قلبي وقع في رجلي واتحركت بسرعة. فتحت الباب وطلعت على السلم، بس كنت متوترة وقلقانة جدا. قربت من باب شقة مدام غادة وخبطت على الباب خبطتين كده، محدش فتح وما كانش فيه أي صوت جوه. استنيت شوية وخبطت تاني، برضه ما فتحتش. ولسه هخبط للمرة التالتة لقيت الباب اتحرك قدامي واتفتح سنة صغيرة. ناديت على مدام غادة بس ما كانش في حد ورا الباب، كأن الباب اتفتح لوحده. زقيته بالراحة وبدأت أتحرك بحذر وأنا بنادي عليها، بس ما كنتش شايفة أي حاجة. الشقة كلها كانت مظلمة. نورت فلاش الموبايل وبدور على مفاتيح الكهرباء، بس كل ما أضغط على مفتاح نور الأنوار ما تشتغلش. مفيش ولا لمبة راضية تشتغل. رفعت الفلاش وبصيت حواليا، اكتشفت إن مفيش لمبات أصلا، النجف كله فاضي. فضلت أنادي عليها وأدور في الشقة وقلبي بيدق جامد، ومش فاهمة إزاي مفيش نور خالص في الشقة دي كلها. وأنا بدور لمحت باب الحمام مفتوح. قربت كام خطوة بخوف كده، ببص لقيتها واقعة وشكلها مغمى عليها على الأرض في الحمام جنب الحوض. حاولت أفوقها وأقومها لكن ما كانش في أي استجابة منها خالص. خرجت وجريت على السلم وفضلت أخبط على أبواب الجيران وأنا بزعق وبنادي يا جماعة حد يلحقني. مدام غادة وقعت في شقتها. وبعد دقايق خرج الجار اللي ساكن قدامي والست اللي ساكنة في الشقة اللي تحتي، وجريوا معايا. طلعنا شلنا مدام غادة ونزلناها في الشقة عندي، واتصلنا بدكتور ساكن قريب مننا. وفي وقت صغير الدكتور جه وكشف عليها وقال إن الإغماء ده بسبب التعب أو الضغط، ومفيش حاجة خطيرة. والحمد لله لما اطمنا عليها سبناها عندي في الشقة ترتاح. وقعدت أنا وجارتي التانية في الصالة، والشاب اللي ساكن قدامي نزل يجيب لمضة عشان يركبها في شقتها. لقيت الست اللي ساكنة تحتي بصت لي وقالت بهدوء انتي لسه جديدة هنا ومتعرفيش حكاية مدام غادة صح؟ وقتها أنا حسيت إن قلبي اتخطف مرة واحدة وسألتها ايه حكايتها؟ ردت عليا هي بتتنهد وقالت لي الست دي زمان كانت عايشة حياة عادية خالص لحد اليوم اللي بنتها ماتت فيه. فضلت بصلها وانا ساكتة مستنياها تكمل، وهي خدت نفس طويل كأنها بتحاول تفتكر حاجة قديمة، وقالت لي بصي يا بنتي مدام غادة زمان ما كانتش كده خالص. دي كانت ست طبيعية جدا، وكانت عشرية ومعانا دايما، وكانت بتحب بنتها ومتعلقة بيها جدا لأنها بنتها الوحيدة، وكانت بتجيب لها كل اللي نفسها فيه وبتعمل لها كل حاجة، وما كانوش بيفرقوا بعض أبدا. كان اسمها سلمى، كانت صغيرة يمكن عندها 9 سنين بس، وكانت شقية جدا وصوتها مالي العمارة طول اليوم وتجري وتخبط في كل حاجة في البيت. كنا دايما نسمعها بتجري فوق ودمها خفيف، وكلنا كنا بنحبها. حتى أنا كنت ساعات أشوفها على السلم تفضل تسألني أسئلة كتير وتضحك فجأة من غير سبب، لغاية ما حصل اللي حصل. سكتت لحظة وبدأت تكمل كلام بحزن، وقالت غادة كانت بتعمل أكل في المطبخ يومها، والبنت كانت بتلعب في الشقة زي عادتها، ودخلت الحمام تقريبا كانت بتلعب بالمية ولا بتغسل ايديها. محدش عارف بالظبط ايه اللي حصل جوه، بس اللي عرفناه بعد كده ان سخان الحمام كان بايظ وكان بيطلع غاز ومحدش حس بيه. البنت فضلت جوه شوية وغادة كانت فاكرة انها بتلعب ومش واخدة بالها، لغاية لما لاحظت ان البيت بقى هادي زيادة عن اللزوم. فراحت تبص عليها وبتفتح باب الحمام لقيتها واقعة على الأرض. كانت لسه دافية بس خلاص ما كانتش بتتنفس. سكتت الست لحظة كده وبصت في الأرض وقالت المشكلة مش في إنها ماتت بس، المشكلة في اللي حصل بعد كده. غادة ما صدقتش اللي شايفاه وفضلت تقول لنفسها إنها بس مغمى عليها، وقعدت جنبها على الأرض تحاول تفوق، بس طبعا ما كانش فيه رد. فغادة فضلت قاعدة جنبها في الحمام واخدة
البنت في حضنها وبتعيط بالدموع وتنادي عليها، وفضلت كده ساعات طويلة، يمكن يوم كامل، محدش عارف بالظبط. احنا معرفناش غير لما بدأنا نشم ريحة غريبة في العمارة، ووقتها بلغنا الشرطة، ولما كسروا الباب لقوها قاعدة في الحمام على الأرض وبنتها في حضنها، وكانت رافضة تسيبها. كانت بتبص لهم بس، ما بتتكلمش ولا بتصرخ ولا بتعيط حتى، كأنها اتكسرت من جواها تماما. ومن اليوم ده وهي اتغيرت خالص، بطلت تتكلم مع حد، مبقتش بتخرج من البيت غير قليل جدا، ومع الوقت بدأت تعيش في الضلمة تماما. كنا فاكرين ان ده حزن عادي، بس في مرة واحدة من الجيران قالت انها سمعتها بتتكلم لوحدها في الشقة، كأنها بتكلم طفل صغير. بس احنا قلنا يمكن من الصدمة او كده. وبعدها بسنين بقت دايما تقعد جنب الحمام كأنها مستنية حاجة تحصل. احنا كتير بنطلع نطمن عليها، او ساعات اطلع لها اكل، كانت بترفض تماما تنور اي نور، وكانت تدخل وتختفي. ادخل ابص عليها الاقيها قاعدة جنب الحمام ومبتسمة وبتبص حواليها. الست قربت مني اكتر وقالت بصوت واطي، محدش فينا فهم ليه هي اختارت الضلمة بالذات غير بعد فترة طويلة، لما قالت بنفسها مرة واحدة بس ان النور بيخليها تختفي. ساعتها محدش فهم هي قصدها ايه، بس غادة بعدها سكتت تاني وما رجعتش تتكلم خالص. بصيت ناحية الحمام عندي في الشقة وانا حاسة ان جسمي كله ساقع. افتكرت صوت الضحك اللي كنت بسمعه في الليل، والجري في الصالة، والجملة اللي كانت مكتوبة دوري عليا. وفجأة حسيت ان كل حاجة بدأت تتركب فوق بعضها في دماغي. والست سكتت واستأذنت عشان ابنها، ونزلت شقتها، وانا سرحت في القصة اللي حكتها لي عن مدام غادة وبنتها. حسيت بأشعار خفيفة في جسمي، لكن المرة دي ما كانش خوف زي الأول، كان في إحساس تاني غريب، كأن في حاجة بدأت تتفهم بس لسه مش كاملة. بصيت ناحية الكنبة اللي مدام غادة نايمة عليها، كان وشها مرهق جدا بس باين عليه الهدوء. لأول مرة حسيت إن الست دي بقالها سنين عايشة لوحدها مع وجع محدش فاهمه. فضلت قاعدة جنبها، والولد اللي ساكن جنبي ركب كل اللمبات في شقتها واداني المفتاح ومشي. وأنا عملت قهوة ورجعت قعدت جنبها لغاية لما فتحت عينيها وبصت حواليها كأنها مش فاهمة هي فين. ولما عينيها جت عليا فضلت بصالي شوية. قلت لها بهدوء ما تخافيش، انتي عندي في البيت، انتي بس اغمى عليكي وكنتي تعبانة شوية فما قدرتش اسيبك لوحدك، والدكتور طمنا عليكي. حركت راسها حركة بسيطة كأنها فهمت، وفضلت معاها لحد ما قدرت تقف، وسندتها وطلعنا شقتها فوق. أول ما دخلت وقفت لحظة وبصت حواليها كأنها أول مرة تشوف النور في شقتها من سنين. بصيت لي تاني وأنا حاولت أطمنها، ودخلت فضلت قاعدة معاها شوية، وبعدين بقيت كل يوم أطلع أطمن عليها وأفضل معاها شوية. وأحيانا هي بقت تنزل تقعد معايا شوية من غير كلام كتير، بس وجودنا مع بعض كان كفاية. وأحيانا كنت بخرجها تتمشى شوية أو نشتري حاجات. ومع الأيام حسيت إنها بدأت ترجع تتعامل واحدة واحدة مع الناس، مش بالكلام لكن بعينيها وابتسامة خفيفة. وأنا ساعات كنت بسمع أصوات خفيفة في البيت بالليل، أو ضحكة طفلة صغيرة تعدي بسرعة في الصالة. لكن الغريب إني مبقتش بخاف زي الأول، يمكن لأني بقيت فاهمة، يمكن لأني بقيت حاسة إنها مش بتأذي. وبعد فترة الأصوات بدأت تقل تدريجيا، كل ما مدام غادة تخرج أكتر وتعيش وسط النور والناس تاني. وفي يوم كنت قاعدة معاها في شقتها بنشرب قهوة وساكتين كعادتنا، وفجأة وأنا قاعدة سمعت ضحكة طفلة خفيفة جدا. الضحكة كانت قريبة لدرجة إني حسيت إنها جنبي بالظبط. لفيت بسرعة بص، ما كانش في حد. رجعت بصيت لمدام غادة لقيتها مبتسمة ومدت ايديها في الهوا كأنها كانت بتمسح على راس حد واقف جنبها. حسيت بأشعار خفيفة في جسمي وبصيت حواليا وبصيت لها تاني وسألتها هي هنا صح؟ هزت راسها كأنها بتقولي أيوة موجودة. سكت لحظة وابتسمت أنا كمان وقلت بهدوء طب تعالي نلعب.